السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه غريبه كده، ممكن في ناس كتير قوي ما تعرفهاش، بس دي اكله اللهم صل على النبي، شتوي مسكره، هي فته مسكره. فتة امي كانت تعملها لنا في الشتاء، جميله جدا. تمام. هي المكونات بتاعتها عسل اسود وعيش وسمنه بس. في ناس بقى بتحط مكسرات والحاجات دي للي يحب، اللي عايز يحط عليه مكسرات تمام. ماشي. ان شاء الله كده نصلي على الحبيب ونبتدي. هنصلي على الحبيب ونحط العسل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نركنه بقى ورا عشان ايه نحمر العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نحط السمنة. نصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا ريت يا ريت نعود ولادنا الصغننين عليها، جميلة جدا. العسل الاسود طبعا انتوا عارفين فوائده، كله حديد. والله كانت اللي كان ياكلها وشه ينور كده وبيبقى جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب. بسم الله. زي الفتة العادية بالظبط بس طبعا من غير رز. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نموذج صغير. امي رحمة الله عليها، الله يرحمها يا رب، كانت بتعمل كميات كبيرة جدا. ساعات كانت تضيف لها على الوش قشطة، بس هتبقى تقيلة قوي يا جماعة. اللي عايز يحط، بيتحط على وشها قشطة، بيتحط على وشها مكسرات. تمام. لكن في الزمن ده هي دي كده حلوة قوي. كفاية ان العيش متحمر بسمنة. دي سمنة صفرا يا حبايبي، زبدة صفرا متسيحة. الأول كانت بلدي جاموسي، كانت لما تتعمل في البيت كله يتقلب من الريحة. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسيطة جدا، دقيقتين. هي فتة بس المصطلح يا جماعة، هي عبارة عن فتة. شايفين العيش؟ هي عبارة عن فتة مسكرة، بس المصطلح بتاعها هو اسمه الأساسي سخينة. الجيل الجديد مش عارف يعني ايه سخينة. بس يا جماعة كفاية ان جواه عسل اسود، وده حلو قوي قوي للأطفال. تمام. بصوا العيش
كده حلو قوي. نصلي على الحبيب. بسم الله. اهو. بسم الله. نجيب العسل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أهو يا جماعة. بيتحط عليها بقى مكسرات، بيتحط عليها اللهم صل على حضرة النبي طحينة من على الوش. للولاد اللي ما بياكلوش العسل والطحينة دي حلوة قوي، يعني لو حطوا طحينة على الوش تتاكل بالمعلقة كده وتبقى جميلة جدا. تمام. اسمها سخينة يا جماعة. يلا بجيب لكم الأفكار القديمة بتاعت أمي رحمة الله عليها. بألف هنا. وممكن تحطوا عليه قشطة. بألف هنا وعافية. يا رب يا رب كلكم تجربوها، حلوة قوي. وكده رضا.